السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا كده في الفيديوهات اللي فاتت عن السيرفيس تاسك والوركر وازاي نعمل له امبلمنتيشن. وبرضه اتكلمنا عن اليوزر تاسك وقلنا ازاي نعمل لها امبلمنتيشن لليوزر تاسك، وشفنا بقى التاسك ليست والايدنتيتي والكيك لوك، وشفنا ازاي يعني من خلال التاسك ليست نشوف اليوزر والبرميشنز ومين اللي يشوف التاسكس وكده. في الفيديو ده هنلقي نظرة سريعة كده على بقية التاسكس اللي موجودة. طبعا عندنا مجموعة تانية من التاسكس اللي موجودة عندنا في البي بي ام ان عموما يعني، وفي كموندا برضه بوجه الايه الخصوص، بما اننا ان احنا بنطبق على كموندا يعني. زي مثلا الريسيف تاسك، والريسيف تاسك دي زيها زي ايفنت كده، بتبقى منتظره تستقبل مسج او ايفنت يعني. طبعا لو انا جيت كده على الموديلر اللي احنا كنا عاملينه وخدت مثلا يعني مساحه هنا كده، خلينا نرجع كده اليس دي هنا، وخلينا برضو ناخد من هنا تاسك. لو انا كده جيت خدت تاسك حطيتها في الباص ده، زي ما قلنا قبل كده ان انت بتختار من هنا نوع الايه، نوع التاسك اللي انت محتاجها. في هنا الريسيف تاسك، والريسيف تاسك دي هي في الاخر بتنتظر ايه، بتنتظر مسج يعني، عامله زي ايفنت كده. بتكريت المسج اللي انت ايه هتبوش عليه. فهو طبعا مديك اي دي يونيك بشكل كده، ممكن انت تعدل الايه المسج. وهنا في حاجه اسمها سبسكريبشن كولوريشن كي. الكولوريشن كي ده يونيك كي مع المسج دي اللي هتسبسكرايب عليه. ممكن تكون مثلا الاوردر اي دي، ممكن تكون الكومبلين اي دي. وطبعا الكومبلين اي دي ده لو انا هبصيه المفروض يكون ايه، يكون فاريبل يعني موجود في الايه في البروسيس بالشكل ده. طبعا عشان طبعا ابصيه بشكل ايه، بشكل دايناميك، ما يكونش حاجه استاتيك. بحيث ان انا لو البروسيس هنا واقفه عند المسج دي، فهتفضل واقفه لحد ما ايه يعني، مثلا سيستم تاني او حاجه تانيه يببلش المسج دي، فهنا بيسبسكرايب على المسج. اول ما هو يستقبل المسج دي بيروح ايه، بيروح يكمل في الايه في التاسك. طيب تنفع معانا في ايه؟ تنفع معانا مثلا في البيمنت كول باك. يعني هنفترض ان هنا في تاسك واقفه، او هنا مثلا اليوزر راح دفع، فانت مستني الدفع او البيمنت كول باك تقول لك ان الايه الدفع سمع وكده. فانت هنا في الريسيف مسج بتكون بتسبسكرايب على المسج اللي هتجي لك مثلا من الايه، من البيمنت كول باك او كده. فطبعا بتكون عامل الايه المسج، ومعاك الكي بتاع او الكريشن كي بتاع المسج، سواء بقى الاوردر اي دي او البيمنت اي دي او الكومبلين اي دي. طبعا ده يونيك اي دي، ده ايدنتيفاير للايه للمسج، بحيث ان هو يكسكيوت المسج في الانستنس دي. طبعا احنا عندنا ممكن تكون البروسيس دي زي ما احنا عارفين فيها اكتر من انستنس وفيها اكتر من تاسك. فايه اللي هيعرفه ان هو التاسك دي اللي هتتنفذ في الانستنس ده هو الكي اللي موجود هنا، تمام، الكوريشن كي اللي موجود ده، بالاضافه للايه للمسج. اللي ممكن طبعا في كل انستنس ممكن يبقى عندك اكتر من مسج، اكتر من ايه، اكتر مثلا من ريسيف تاسك او اكتر من كده. يعني موضوع الريسيف تاسك ده هتبان معانا ان شاء الله في الجزئيه بتاعه الايفنتس وكده، يعني هتكلم فيها ان شاء الله فيما بعد. موضوع الايفنتس وازاي نبلش ايفنت ونسبسكرايب على الايفنتس اللي موجوده من خلال الكوريشن كيز والايه والحاجات دي. فهي يعني الريسيف تاسك دي قريبه جدا من الايه، من الايفنتس اللي موجوده في كوماند. عندنا كمان السند تاسك، والسند تاسك دي يعتبر احنا استخدمنا السند تاسك في الانتيفيكيشنز وكده. والسند تاسك دي هي بتسيموليت نفس الايه، نفس السيرفيس تاسك، زيها زي الايه، زي السيرفيس تاسك، لكن بايكون مختلفه، بحيث تعرفنا بس ان ايه، ان ده او التاسك دي بتسند تاسك. ولو رجعنا كده لكوماندا هنلاقي ان احنا كنا استخدمناها هنا في الابروف نوتيفيكيشن وريسيف نوتيفيكيشن، وقلنا ان ما هي الا سيرفيس تاسك من خلال الايه الجوب وركر عادي بتعمل لها امبلمنتيشن، لكن هي بتبقى واخده بس ايه شكل مختلف، زيها زي الايه السيرفيس تاسك، لكن واخده شكل مختلف. عندنا ايه تاني؟ عندنا المانيوال تاسك، والمانيوال تاسك دي برضو عباره عن هيومن انتر اكشن، لكن من خلال الفيزيكال تاسكس، تمام. يعني ما بيحصلهاش اكسكيوشن جوه الايه، جوه السيستم، زي مثلا ان هو هيراجع دوكيومنتس معينه، او ان هو هيكمبليت حاجه بشكل ايه، بشكل فيزيكال، مش موجوده في الايه، مش موجوده في السيستم يعني. لو جينا هنا كده على المانيوال تاسك، ممكن نيجي مثلا على التاسك دي ونغير الايه التايب بتاعها، نخليها مانيوال تاسك. طبعا المانيوال تاسك هنا ملهاش اي ايه، ملهاش اي امبلمنتيشن. لو انتم ملاحظين في البروبرتيز بتاعتها ملهاش اي امبلمنتيشن ولا حاجه. طبعا لها listeners، لو احنا ايه هنضيف لها listener او حاجه زي كده. والlistener ده زي ما قلنا ما هو في الاخر الا ايه، يعني زيه زي السيرفيس تاسك، تمام، جوب وركر يعني بتنفذ عادي. لكن هي في الاخر ملهاش امبلمنتيشن، بيعدي او بيمر عليها مرور الكرام، لان بنعتبر ان هو عمل حاجه او نفذ الحاجه دي في الايه، نفذ الحاجه دي في بشكل فيزيكال، زي مثلا هو تشيك دوكيومنتس. فالتاسك دي موجوده في البروسيس اللي هي تشيك دوكيومنتس دي، بتعرفنا ان الموظف ده الكومبلين امبلوي ده هيراجع الايه، هيراجع الدوكيومنتس. لازم يكون عمل مراجعه للايه، للدوكيومنتس قبل ما ايه، قبل ما يراجع الايه الشكوى نفسها. وهي طبعا بتمر ايه مرور الكرام عادي. لو احنا عملنا سيف كده وجينا عملنا ريستارت هنا كده، عمل ديبلوي لفيرجن 5 اهو، تمام. لو رجعنا للاوبريت والتاسك ليست، خلينا نفتح كده الاوبريت. ممكن نفتح من هنا كده الاوبريت.
وخلينا برضو نفتح الايه التاسك ليست. طبعا هنا هنلوجن من خلال ديمو. طيب مفيش تاسكس بالشكل ده، فممكن ان انا اجي هنا اقول له ستارت الايه ستارت البروسيس. هلاقي ان هو عمل ستارت للبروسيس وواقف فين؟ واقف عند ريفيو كومبلين. طيب لو رجعت كده للاوبريت وعملت لوجن برضو، طبعا هنا بيقول لي في 1 بروسيس انستنس على فيرجن ايه فيرجن 5. لو دخلت عليه كده قال ان هو في هنا فيرجن 5. لو دخلت على الانستنس دي هلاقي ان هو راح نفذ الايه التشيك كومبليتنس، طبعا من خلال الايه من خلال الجوب وركر، لان احنا عاملين رن. وبعد كده دخل في الايه في الباص ده، طبعا عدى على التاسك دي زي ما قلنا ان هو مر عليها مرور الكرام. طيب التاسك دي فادتني في ايه؟ فادتني في الاخر ان هي موجوده في البروسيس بتقول ان المفترض في الوقت ده يكون هو مثلا عمل نفذ حاجه بشكل ايه بشكل فيزيكال، ان هو مثلا طبع الدوكيومنتس وبص عليها او ايا كان يعني المثال اللي موجود. لكن هي وجودها في البروسيس بتقول ان الحاجه دي هتتنفذ بشكل ايه بشكل فيزيكال، مش في السيستم. فعشان كده هو في البروسيس بيعدي عليها مرور الايه مرور الكرام. لو رجعنا تاني كده لبقيه التاسكس اللي معانا مثلا هنا السكريبت تاسك. تمام. السكريبت تاسك دي في الاخر هي بتروح تيفالويت سكريبت معين، زي مثلا تاسك مكتوب بالجروفي اكسبريشن او جافا سكريبت او بايثون. طبعا يعني ده برضو الديفينيشن بتاع الايه بتاع السكريبت تاسك ايا كان البروسيس انجن او البي بي ام انجن اللي انت هتشتغل عليه. ممكن تبقى شغال كموندا، ممكن تبقى شغال حاجه تانية. تمام. فده تعريف الايه تعريف السكريبت تاسك. مش كل البروسيس انجن بتسبورت البروجرامينج دي، زي الجروفي والجافا سكريبت والبايثون. تمام. يعني مثلا في كاموندا 7 كان بيسبورت مثلا الايه البايثون والجافا سكريبت وحاجات زي كده. كاموندا 8 مش كل الفيرجنز مثلا بتسبورت البايثون والجافا سكريبت. طبعا ممكن تلاقي بي بي ام انجن تاني بيسبورت ايه بروجرامنج لانجوج تاني. لكن هي الفكره كلها ان السكريبت تاسك ده بالشكل ده معناه في البروسيس ان التاسك دي بتنفذ سكريبت معين، بتيفالويت سكريبت معين. زي ايه مثلا؟ ممكن نرجع تاني كده للموديلر بتاعنا. هنفترض ان احنا في بعد المانجر ابروفال ده محتاجين نعمل سكريبت. السكريبت ده يقول لنا احنا التمبلت بتاعتنا فين، بناء مثلا على الديسيجن بتاع الموظف ده او المانجر ده. هيقول لنا المفروض ان احنا نستخدم انهي سكريبت او نستخدم انهي تمبلت، يعني الابروفال تمبلت او الريجكت تمبلت. فممكن نبدا نوسع الدنيا شويه هنا من خلال الايه من خلال السبيسنج ده. وهاخد من هنا الايه تاسك، احط التاسك هنا. التاسك دي هخليها سكريبت تاسك. ممكن اسميها تشيك ابروفال مثلا. ده كده النيم بتاعها. طبعا ليها الاي دي زيها زي اي تاسك عادي، وليها برضو الديسكريبشن بتاعها او الدوكيومنتيشن بتاعها زيها زي اليوزر تاسك وكده. وهنا ليها الايه ليها الامبلمنتيشن. طيب الامبلمنتيشن هنا عباره عن ايه؟ قال لك ان انت ممكن تعمل لها امبلمنتيشن من خلال الفيل اكسبريشن، او تعمل لها امبلمنتيشن من خلال الايه من خلال الجوب وركر. تمام. طيب لو هعمل لها امبلمنتيشن من خلال الجوب وركر فهتبقى زيها زي الايه زي السيرفيس تاسك عادي. خلاص هحط الايه الجوب وركر بتاعها مفيش مشكله، والريترايز وكل الكلام ده، فبقت زيها زي الايه زي السيرفيس تاسك. لكن اختلاف الشكل بتاعها بيعرفني ان انا في المكان ده في يعني سكريبت هيحصل له اكسكيوشن، سواء بقى السكريبت ده بالاكسبريشن جروف اكسبريشن يعني، او من خلال الايه من خلال الجافا مثلا لو انا هستخدم الايه الجوب ورك، او باي لغه تانية يعني الانجن بيسبورتها. لو مثلا الانجن بيسبورت النوت جي اس فانت طبعا هتقدر تكسكيوت السكريبت ده من خلال النوت جي اس. لو بيسبورت البايثون وكده فانت هتقدر تكسكيوت السكريبت ده من خلال الايه من خلال البايثون. فيعني ايا كان انت هتعمل امبلمنتيشن ازاي، ففي الاخر هو يعني مديك اكتر من طريقه، سواء الفيل اكسبريشن اللي هو الجروفي اكسبريشن او الايه او الجوب ورك. لو اخترنا الفيل اكسبريشن بالشكل ده كده هيقول لك هنا ايه؟ طب اسم الفاريبل، يعني حط لي اسم الفاريبل اللي انا هحط لك فيه الايه الريزلت اللي هو الريزلت فاريبل. فممكن اسميه مثلا ابروفال تمبلت. خلينا نسميه نوتيفيكيشن تمبلت. وهنا خلاص هكتب الايه الاكسبريشن اللي انا محتاجه. خلينا مثلا نقول ان احنا هناخد الكونديشن ده وهقول له if ان المانجر ديسيجن مثلا ابروفد. لو هو ابروفد return approved template else reject reject template. يبقى هو في الاخر هيعمل لي variable وييفالويت ييفالويت الاكسبريشن ده ويحط لي الريزلت بتاعت الاكسبريشن اللي هي مثلا approved template او reject template في الفاريبل ده. لكن طبعا واحنا بنكمبليت التاسك اللي قبلها لازم نكون عاملين مبصين الديسيجن بتاع بتاع المانجر. خلينا كده نسيف ونروح نريستارت. لو عملت ريستارت كده المفترض طبعا ان هو يديبلوي فيرجن جديد اللي هو فيرجن 6. تمام. طيب هتقولي طب احنا كان عندنا فيرجن موجود. لو رجعنا تاني كده للبروسيس كان عندنا يعني هنا في البروسيس عندنا انستنس موجود. الانستنس ده موجود على فيرجن 5. هل ينفع اعمل له ابجريد؟ اه ينفع تعمل له ابجريد للفيرجن للفيرجن اللي بعده. طب لو رحنا كده وهنا عملنا سيلكت هنلاقي في حاجه اسمها اسمها مايجريت. طبعا في موف لو انت عايز تموف بالك اوف بروسيسز من تاسك معينه. لو انت عملت سيلكت على تاسك فظاهر معاك الموف، تقدر تموف من هنا ترجعه مثلا هنا.
فانت بتسلكت بالك بروسيسز او بروسيس انستنسز وتعمل لهم ايه موف. يعني عايز مثلا ارجع كل التاسكس اللي موجوده هنا للتاسك دي. تمام. طب عايز مايجريت، نفس النظام، بتسلكت برضو ايه بالك اوف بروسيسز وتقدر تعمل ايه، تعمل مايجريت. بيقول لك والله انت عشان ايه تمايجريت من فيرجن لفيرجن، خلي بالك انت بت ايه بتمايجريت من الفيرجن ده للفيرجن ده. فهقول له ماشي كونتينيو. طيب وانت بتمايجريت طبعا يعني بما ان ده فيرجن وده فيرجن تاني، ده فيرجن 5 وده فيرجن 6 التارجت، فمعنى كده ان في حاجات زادت معاك. فهنا في يعني كل الحاجات اللي موجوده في الفيرجن القديم وده الفيرجن الجديد، والمفروض ان هو بيعمل لها اوتو مابنج بالشكل ده، الا لو انت ايه عندك تعديلات. طب لو قلت له شو ان مابد، قال له مفيش حاجه ايه، مفيش حاجه ان مابد. طبعا لو في حاجات مثلا اضافيه هنا مش موجوده هنا او كده، فهيبدا يقول لك طب الايه يعني هماب الحاجه دي فين او هوديها فين، فبتظبطها في الايه في المابنج اللي موجود عندك. وطبعا دي ميزه الايه، ميزه المسميات. يعني يفضل ان انت تبقى عامل المسميات بشكل مظبوط، بحيث لما تيجي مثلا في المايجريشن والحاجات اللي زي كده تبقى انت عارف اسماء التاسكس، اسماء الجيت ويز، الايديهات بتاعتها. ما يبقاش مثلا عندك حاجه زي كده انت مش عارف الجيت واي ده بتاع ايه، فلو في جيت واي اتشال وفي جيت واي تاني مثلا انضاف او حاجه زي كده، فانت مش هتبقى بالارقام او الراندوم اي نيم ده تبقى عارف هو هتماب ايه لايه بالظبط. فلو قلت له نيكست، قال لي طبعا هتحتاج تعمل كونفيرم، فقلت له اعمل كونفيرم. هنا بيقول لي لو انت هتمايجريت اكتب ايه مايجريت، فهقول له تمام مفيش مشكله مايجريت كونفيرم. تمام. المفروض كده ان هو هيرفع لي الفيرجن او البروسيس انستنس دي من فيرجن 5 لفيرجن ايه، لفيرجن 6. هروح كده لفيرجن 5 الاقيه فاضي، هروح لفيرجن 6 هلاقي الايه دي كده موجوده عندي. لو دخلت على الانستنس هلاقيه ضاف لي فيها الايه، بقت خلاص البروسيس القديمه قال لي خلاص انا عملت لك ايه، عملت لك مايجريت، وانت كنت اوريدي عديت من الايه، من التاسك دي. طيب لو رحت للتاسك ليست عشان اكمبليت التاسك دي عادي، فهلاقي التاسك ايه موجوده، هقدر اعمل لها اساين تو مي. طبعا ده الفاريبل اللي ايه اللي موجود عليها. هنا مش محتاج اضيف فاريبلز ولا حاجه، فهقول له ايه كومبليت. فهنا التاسك اتحركت من الامبلوي راحت للايه، راحت للمانجر. هنا بقى انا محتاج اضيف الفاريبل عشان نقدر يحصل له ايه ايفالويت بشكل مظبوط. هاجي على التاسك ليست، هروح للتاسك دي طبعا هعمل لها اساين تو مي، واضيف الفاريبل اللي انا ايه اللي انا محتاجه، اللي هو كان مانجر ديسيجن تقريبا، وكان الفاريبل ده احنا محتاجينه ايه، محتاجينه ابروفد. تمام. وهعمل كومبليت للتاسك. هلاحظ ان السكريبت اتنفذ، حصل له ايفالويشن بشكل مظبوط، رجع لي الايه، رجع لي الفاريبل اللي انا محتاجه اللي اسمه نوتيفيكيشن تمبلت، وحط لي فيه الايه الفاليو اللي هي ابروفد تمبلت. وطبعا عدى من هنا ايه مفيش مشكله. طبعا لو انا هستخدم بقى الفاريبل ده فيما بعد او هستخدمه في حاجه يعني مثلا سواء بقى في نوتيفيكيشن او كده، اقدر ان انا ايه اجيت الفاريبل ده واشتغل عليه مفيش مشكله. فاللي انا استفدته من السكريبت تاسك ده ان انا عملت ايفالويشن لاكسبريشن بشكل بسيط. الاكسبريشن ده ضاف لي ايه، ضاف لي فاريبل، فممكن ان انا استخدمه بالشكل ده. وواحد تاني هيقول لي لا والله انا مش محتاج الايه الكلام ده، انا ممكن اعمله في السيرفيس تاسك اللي بعدها مفيش مشكله. لكن بيبقى في بعض الاحيان ما عندكش مثلا سيرفيس تاسك بعدها ومحتاج تيفالويت اكسبريشن بشكل معين بناء على الفاريبلز والداتا اللي موجوده عندك، عشان بناء عليها ممكن هيمشي في باصز مختلفه، او الفلو نفسه هيتغير او هيروح في فلو تاني. فبتبقى محتاج الايه الجزئيه بتاعت الايه بتاعت السكريبت تاسك. لو جينا بعد كده للتاسك اللي معانا هنلاقي البيزنس رول تاسك. والبيزنس رول تاسك دي اللي هي دي ام ان، اللي هي ديسيجن موديل اند نوتيشن. الديسيجن موديل دي طبعا عباره عن دي ام ان، تمام، او ديسيجن تيبل يعني. الديسيجن تيبل ده بيبقى فيه مجموعه من الرولز اللي انت تقدر ايه تعملها. لو رجعنا كده للموديلر هنلاقي ان ممكن هنا تيجي مثلا على، خلينا نيجي على التاسك دي وخلينا نغير التايب بتاعها نخليها بزنس رول تاسك. لو انت خليتها بالشكل ده هيقول لك طيب طبعا هي برضو نفس النظام زيها زي اي تاسك، ليها النيم بتاعها، ليها الاي دي، الديسكريبشن، كل الكلام ده. هنا الامبلمنتيشن. طبعا هنا في الامبلمنتيشن قال لك طيب انت محتاج برضو دي ام ان ديسيجن تيبل. فطبعا هتروح تكريت الايه الدي ام ان وتحط الديسيجنز بتاعته. وان شاء الله الدي ام ان ده هنتكلم يعني عنه في فيديوهات منفصله، يعني لان هو برضو من الحاجات المهمه في البي بي ام. او ان انت هتستخدم الايه الجوب وركر. طبعا لو استخدمت الدي ام ان ديسيجن هيقول لك طيب فين الاي دي بتاع الديسيجن وهستخدم انهي فيرجن، لان يعني الدي ام ان ده يعني فايل عادي بيحصل له ديبلوي زيه زي اي فايل. لو جيت كده عملت نيو هلاقي ان هو بيقول لي انت محتاج تعمل دي ام ان ولا بي بي ام ان ولا فورم ولا ار بي اي او كده. فقلت له دي ام ان هلاقي ان هو عمل لي ايه ديسيجن تيبل بالشكل ده. فطبعا المفروض ان انا بعد ما اخلص الايه الديسيجن تيبل اللي انا هعمله هاخد الاي دي بتاعه وهرجع للبروسيس بتاعتي ادي له هنا الايه الديسيجن اي دي بالشكل ده. او طبعا محتاج اخد الايه الاي دي ده كوبي معايا، فبحط له الايه الاي دي وبقول له انت هتنادي على يعني سواء فيرجن معين او الايه الليتست فيرجن
وطبعا بعد ما بيعمل ايفالويت برضه للديسيجن تيبل ده، بستقبل بستقبل الريزلت اللي راجع منه في فاريبل معين. تمام. ممكن يكون في بزنس رولز عندك بشكل بشكل معقد شويه، فبدل ما تعملها في الكود اف إلس اف إلس اف إلس، فطبعا انت هنا معاك حاجه اسمها الدي ام ان او الديسيجن تيبل. تقدر ان انت تحط الديسيجنز بتاعتك في في تيبل معين. زي مثلا والله لو مثلا الشكوى دي شكوى من نوع كذا، اعمل او رجع كذا. ولو هي شكوى من نوع مش عارف ايه، فطبعا ممكن يبقى فيها رولز بشكل كبير شويه. يعني مثلا لو شكوى من نوع استثماري مثلا، وراس مال الشركه كذا، ويعني الاطراف كذا، فيعني في طبعا ديسيجنز بتكون معقده شويه. فبدل ما تعملها اف إلس في في الكود، وطبعا يعني الكود ده يعني ترجع له تاني بعد كده ما تبقاش عارف يعني ايه اللي موجود وموجود ازاي. وطبعا لو حد تاني راجع بعدك يبص على الكود، هيبقى الموضوع بشكل معقد. فبتعمله في ديسيجن تيبل، والديسيجن ده بعد كده بيرجع لك بيرجع لك الريزلت. تقدر الريزلت دي خلاص بقت يعني فاريبل موجود معاك، سواء اس يعني سترينج او لونج او ايا كان. يعني الريزلت اللي راجع من من الديسيجن او الدي ام ان، تقدر انت تستخدمها بقى بعد كده تستخدمها في البروسيس بتاع الورك فلو، تستخدمها في ايفالويت مثلا اكسبريشن تاني، تستخدمها في حسبة مثلا فاتوره وحاجات زي كده. تمام. فده بالنسبه بالنسبه للتاسك بتاعت البيزنس رول. فهي في الاخر بتعمل كول للدي ام ان، او ممكن تستخدمها زيها زي زي السيرفيس تاسك، وتحط البيزنس رولز دي في الكود عندك يتنفذ. الوركر يعني ينفذه، ايا كان بقى نوع الوركر اللي انت هتستخدمها. طبعا في حالتنا بنستخدم سبرينج بوت او الجافا يعني. فهي ايفالويت البيزنس رولز دي، ويرجع لك الريزلت مثلا في في فاريبل معين، وتبقى زيها زي زي السيرفيس تاسك. هتقول لي طيب يعني انا لو زيها زي السيرفيس تاسك، انا ليه هديها لون مختلف، او ليه يعني اخليها بالشكل ده، او ليه هستخدم تاسك من نوع بيزنس رول؟ طب ما انا استخليها سيرفيس تاسك وخلاص. لا، يعني الميزه هنا ان انت بتدي كل حاجه في النوتيشنز اللي موجوده عندك في البروسيس الشكل بتاعها الصحيح، بحيث ان اللي يبص على البروسيس بعد كده يبقى عارف ان انا هنا في كود بيتنفذ، بيروح مثلا يشيك في الداتابيز، في سيرفيس بتتنفذ، يعني في حاجه بتشيك في الداتابيز، او يروح يكلم سيرفيس خارجيه، او بيكلم حاجات معينه عشان عشان يرجع لي الحاجه دي. لا، بعد كده مثلا عندي بزنس رول تاسك، بحيث ان انا برضو عرفت ان في دي ام ان هنا بيتنفذ، او في بزنس رولز ديسيجن تيبلز وبزنس رولز بتتنفذ بشكل معين، وبترجع لي ريزلت معينه. بعد كده في يوزر تاسك، بعد كده في سكريبت تاسك. سكريبت تاسك مثلا بتروح تيفالويت اكسبريشن بشكل معين، وترجع لي ترجع لي بالريزلت. فاي حد هيدخل يبص على البروسيس، سواء كان ديفلوبر او مانجر او تكنيكال سبورت او ايا كان، اللي هيدخل يبص على البروسيس هيبقى فاهم يعني كل نوتيشن او كل حاجه موجوده في البروسيس هي بتعمل ايه بالظبط. فكل طبعا ما تكون مستخدم النوتيشن الصح بتاع النود اللي انت هتحط عليها، كل طبعا ما بيعبر عن عن البروسيس. وبيكون بعد كده اللي بيستخدم او اللي بيراجع الورك فلو، او اللي بيوبريت يعني على الورك فلو بيبقى عارف كل حاجه بتعمل ايه. خلينا نرجع دي كده تاني للمانيوال تاسك. خلاص دي مش محتاجه امبلمنتيشن. وخلينا برضو نسيف ونروح هنا نحذف ده كده مش هنستخدمه في المره دي. عندنا برضو انواع تانية للتاسكس، هنبقى نتكلم ان شاء الله عنها في فيديوهات تانية، زي مثلا الكول اكتيفيتي والسب بروسيس. يعني موضوع السب بروسيس والكول اكتيفيتيز والحاجات التانية دي محتاجه تفصيل شويه، فان شاء الله نتكلم عنها في الفيديوهات اللي جايه. بكده نكون عرفنا يعني انواع التاسكس اللي موجوده، او انواع التاسكس الاساسيه اللي موجوده عندنا. اهم حاجه طبعا اليوزر تاسك اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي فاتت، والسيرفيس تاسك اللي هي عباره عن الجوب وركر. وبقيه التاسكس دي بنستخدمها برضو بشكل كبير عندنا، زي مثلا الدي ام ان او البيزنس رول تاسكس، وبقيه التاسكس الثانيه زي السند والريسيف وكده، والمانوال تاسك. فمهم جدا تكون فاهم الفرق ما بين كل تاسك. تمام. او فاهم النوتيشنز بشكل مظبوط، بحيث ان انت توظفها في المكان في المكان الصح بتاعها، بحيث ان البروسيس برضو بتاعتك تكون يعني فيجواليزد بشكل بشكل مظبوط، وما تكونش مسليدنج لحد يعني يبص مثلا على مثلا بزنس رول بتتنفذ لكن محطوطه في سيرفيس تاسك، فهو بيفتكر ان ده مثلا كود، او بيتكلم سيرفيس خارجيه عشان ينفذ حاجات معينه. فالمفروض لا تكون معموله في بزنس رول بتاعها. ممكن يكون الامبلمنتيشن بتاعك في سيرفيس تاسك، وممكن يكون الامبلمنتيشن في دي ام ان عادي، مفيش مشكله. لكن الشكل نفسه يكون يكون معبر، ايا كان بيحصل لها اكسكيوشن فين مش هتفرق. بس اهم حاجه ان احنا نبقى عارفين ان في النود دي او في المكان ده في بزنس رول تاسك بتتنفذ، او في دي ام ان او ديسيجن تيبل موجود هنا، من خلاله بناخد ديسيجن معين. وهكذا طبعا في بقيه التاسكس اللي عندنا، سواء السكريبت تاسك او المانيوال تاسك او السند او ريسيف. زي ما قلنا يعني موضوع السند تاسك دي هي السيرفيس تاسك يعني، نفس كل حاجه. هو حتى كماندا نفسها بتقول لك هي السيرفيس تاسك. طب انا ليه مدي كل واحده شكل مختلف؟ مدي كل واحده شكل مختلف عشان خلاص ابقى عارف ان النوتيشن ده، او في المكان ده انا بسند نوتيفيكيشن، في المكان ده انا منتظر
اريسيف ايفنت معين او اريسيف مسج معينه عشان الايه التاسك تتحرك. ممكن تكون بريسيف مثلا بيمنت كول باك، ممكن اكون بريسيف حاجه من الكلاينت او من اليوزر معين، فانا مستني ايفنت معين. فلازم تكون كل حاجه معبره عن الايه عن التاسك اللي هي بتأديه. نكتفي كده في الفيديو ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.